السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة القناة بتاعتي تظهر لكم، انا اسمي مريم. النهاردة هنعمل اكلة جديدة. هنعمل حواوشي بطريقة بسيطة جدا، بالطريقة الاصلية. مفيش مكونات خزعبلية ولا من كوكب تاني. كل المكونات عندنا في البيت. يلا بينا نبدأ. معانا الحاجة جاهزة. اول حاجة معايا ربع كيلو من الفلفل مفروم في الكبة. هيكون حار او بارد على حسب الرغبة. ومعايا معلقة صغيرة من هريسة الشطة. ومعايا نص كيلو من البصل مفروم في الكبة. البصل دايما هو اللي بيخلي الحواوشي طعمه حلو، البصل والفلفل. ومعايا بهارات. معايا معلقة كبيرة من الكزبرة الجافة، ومعلقة من الملح، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة كبيرة من البابريكا، ومعايا مرقة لحمة. دي بتخلي طعمها حلو قوي. واخر حاجة معايا اللحمة بتاعتي، نص كيلو من اللحمة، بس تكون مشبعة بالدهون. يعني شايفين فيها ابيض كتير، هي اكتر حاجة بتخلي طعمها حلو ان يكون الدهون فيها كتيرة. دلوقتي هبتدي اضيف المكونات على بعضها. هضيف الفلفل، واضيف الهريسة، والبصل، واخر حاجة اضيف التوابل. هبتدي اعجنهم كويس. مش هنحتاج بقى بهارات خزعبلية ولا وصفة فظيعة جاية من المريخ مثلا. لا، ده هو اصلا الحواوشي السر فيه البصل والفلفل. يعني بالبصل والفلفل تعرفي تعملي حواوشي حلو قوي. البهارات بهارات بسيطة جدا. لو عندك بهارات لحمة ممكن تضيفي بهارات حواوشي، ما عندكيش يعني مش هتبوظ الوصفة بالطريقة دي. كده بقت جاهزة معايا. عجنتها كويس. هغطيها واسيبها في التلاجة تتشمع كويس. هسيبها من نص ساعة لساعة في التلاجة، تاخد في طعم التتبيلة، تبقى متبلة كويس وتتشمع. كده خلاص اللحمة خرجت من التلاجة، اتشمعت كويس وخدت من التتبيلة. دلوقتي معايا العيش، عيش بلدي. هفتحه بالمقص او بالسكينة زي ما تحبوا، بس انا بالنسبة لي المقص احسن. كمية اللحمة حطوها حسب الرغبة برضو. عايزين تحطوا كمية كبيرة تمام، عايزين تحطوا كمية قليلة برضو تمام، على حسب ما تحبوا. بدهن الوش زبدة، بياخد لون وبتديني طعم احلى. هو أكلة بسيطة، مش بتاخد وقت كبير،
وفي نفس الوقت بتشبع. برضو انتوا ممكن تعملوه كده عند المرحلة دي ونكتفي ونحطه في الفريزر ونطلع منه لما نحب ناكل منه ونحطه في الفرن على طول، يبقى أكلة سريعة. أنا حشيته كله بقى جاهز معايا بالشكل ده. النص كيلو حشالي تقريبا 15 رغيف من العيش، هيبقى كمية كويسة قوي لو في عزومة أو سندوتشات بالليل، يعني أي حاجة سريعة كده هتبقى حلوة قوي، كمية مرضية جدا. هدخله في الفرن على الشبكة في الفرن، هخلي درجة الحرارة 180، هسيبه ربع ساعة. خلاص كده الحواوشي استوى بقى بالشكل ده، ريحته حلوة قوي، مستوي من جوه، شايفين؟ مع شوية طحينة، ياه طعم حلو قوي. انصحكم تجربوه. يا ريت لو عجبكم الفيديو تدعموني باشتراك ولايك للقناة وشير. نقابلكم في وصفة جديدة. باي باي.